حسن الرداد ووسط البلد، والاتنين فيهم حضرتك ظابط. وكيل نيابه. طب ما هو او وكيل نيابه، وقلت لك حاجه، قلت لك نادر انت اشتغلت على وزنك، فقلت لي كلمني. هو انا دايما يعني متغير، يعني شويه رفيع شويه تخين على حسب الحاله النفسيه اما بتجي يعني ولا على حسب فاضي. طبخين ايه في البيت؟ لا لا ما تحسبش كده. عندي شغل كتير بخس بسرعه، ما عنديش شغل بدخل بسرعه، فهي ماشيه معايا كده. هي ماشيه كده. ما يعني دايما طول ما انا بشتغل ما باكلش كتير، طول ما انا قاعد يا مع بهتم ان بقى باكلي. شغل التمثيل مجهود طاقه من جوه يعني، اه فمحتاج يبقى واكل لا، كويس ما سعادتك هي يعني. دايما اصل رمضان اكتريه شغلي بيبقى تصوير في رمضان، اكتريته يعني. يعني دايما بيبقى فاحنا كده كده صايمين. صايمين، فبتلاقي ان الموضوع افضل اخس في رمضان، افضل شغال بعد رمضان شويه خاسس، اتخن تاني كده، يعني ماشيه معايا، مش عارفه تظبط. خالص. خالص. هتظبط هتظبط. اشتغلت مع المخرج العظيم خالد جلال اه برنامج وكان توعوي وقدمت فيه 14 حلقة. اه كلمني عنه. هو ده برنامج توعيه بيحكي عن ايه؟ مشاكل اللي بتحصل في كل بيت. دايما كل بيت تلاقي فيه مثلا واحد مدمن، فبنجيب معانا نجم ونعمل مسلسل كده مدته 20 دقيقة، وبعد ما نخلص المسلسل بنقعد مع النجم بنعمل جلسة، بنقعد بقى نشوف ايه الحاجات اللي استفدناها من الكلام دوت، وايه الأضرار اللي احنا نعرف نرجع المدمن ده يبقى طبيعي ازاي. مثلا في حلقات تانية، مثلا جيمزات انتشرت الفترة اللي فاتت ديت، فترة عرض المسلسل ده كان في جيمزات ناس بتنتحر كتير اه كتير. شفنا ده. وقصص وحاجات جديدة. خصوصا المراهقين. فبنفس الكلام بنعمل حلقة 20 دقيقة ونجيب بعديها برضو متخصص. النجم نقعد نحكي. النجم مش متخصص. لا، النجم بنحكي معاه ازاي الإفادة ان احنا نقدر نخرج من المشكلة دي. وكل حلقة بتبقى منفصلة، يعني ادمان الجيمزات ديت، الابتزاز، دايما تلاقي واحد يبتز حد، انا ما عملتش كذا هنعمل كذا، وازاي نتفادى الموضوع دوت، وماشيين يعني كل الحلقات على نفس الريتم دوت. طيب انت معظم الوسط الفني اصدقائك، اه وقال لي ده انا وامير قرار انتيم مع بعض بس م- ما اشتغلناش مع بعض. اه ازاي ما كانش عنده وكيل نيابه في لا مسلسل؟ لا، كلمني. هو دايما امير شايفني، يعني انا عندي اصدقاء كتير قوي شايفين ان انا ما ينفعش اخد حاجه غير لازم تبقى حاجه كبيره جدا. يعني اكتريه الناس، انا اعرف مخرجين كتير جدا اصدقائي يعني بره المجال خالص، يعني اسلام خيري صاحبي جدا، هاني يسري، ناس كتير جدا اكتريتهم، بس هم شايفين ان انا اخد دور تاني، مفيش، ما ينفعش ثانوي، فمستنيني فرصه. بس دي بتوقف ارزاق. ارزع على الله. الاختيار برضو تجربه الاختيار انا دي مش هنساها، هنرجع نتكلم عنها بس هنخرج لفاصل يك ونرجع نكمل حوارنا. يلا بينا فاصل.